ايوا هانتي يا لاله، بارك عليك من كثرة التطبيقات وكثرة الوصفات الطبيعيه. حنا ماشي ضد الوصفات الطبيعيه، بالعكس انا كيعجبوني وكندير وصفات طبيعيه، ولكن الا كان عندك هذا المشكل هذا، راه وصفات طبيعيه راه ما غاديش يحيدوا لك الكلف الا كان قديم. تصبغات الا كانت قديمه وكانت غارقه، حيت كنعرفوا التصبغات راه فيها وفيها. راه ممكن تكون عندك طاش اللي في وجهك كتبان كبيره ولكن دغيا كتحيد، وممكن تكون عندك غير واحد طاش اللي كتكون صغيره وكتعاني منها سنين ومنين وانت تبقاي تتبعي، ومع ذلك ما كتبغيش تحيد دغيا. علاش؟ فاش كيكون بحال هذا المشكل وكنبقاو على وجهنا بقوه الوصفات وبقوه الخلطات، اش كيوقع؟ هادوك التصبغات ما كيمشيوش. البشره ديالنا كتولي فخاجل، البشره ديالنا كتولي حساسه، يعني كتولي تغسليها غير حتى بالماء وهذاك الماء كيحرقك. كتولي ديري غير ايكرون ديريها تولي تحرقك. علاش؟ حيت صافي بشرتك هلكتيها بقوه هذوك الوصفات. جوج وصفات في النهار، ثلاثه في النهار، وحده بالصباح وحده وسط الصباح، يعني بشرتك صافي كتولي حساسه. على بالك انت راه كتعالجي التصبغات، ولكن في نفس الوقت انك راه غير كتضري البشره ديالك. فهمتوني؟ يعني راه كاينين وصفات طبيعيه فعلا اللي كيعطيو النضاره، كيعطيو ليكلا، ولكن باش انهم يحيدوا لك شي تصبغات اللي كتكون غارقه، راه ما يمكنش. راه غير لي كريميت، كاينين دي كريم اونتي طاش وما كيحيدوهمش لك على مده. كاينه اللي كتبقى تتبع فيهم حتى العامين حتى 3 سنين عاد، باش يلا كتقول لك المشكل بدا كينقص تدريجيا. وما عاد عساك انك ديري شي وصفه اللي كتاثر لك على البشره ديالك وفي نفس الوقت ما كتحيدهاش. المشكله راه ما كايناش شي بشره مثاليه 100%، يعني راه ضروري تلقاي شي مشكل في البشره. اللي ما عندهاش ليطاج كيكون عندها المسام، اللي ما عندهاش المسامات كيكون عندها الحبوب. يعني كيخصنا غير كيفاش نتصرفوا مع البشره ديالنا. فهذا الفيديو هذا مرحبا بكم اولا قبل كل شيء. في هذا الفيديو هذا واحد السيروم غنشاركو معكم ديال اوسيغان ديو. سيروم اللي خطير يا البنات، يعني اللي ما فيهاش ان بقوه ان تبقى تتبع هذا وهذا وهذا وهذا. صراحه هذا الطوب دو طوب افيكاس، يعني الا قلنا افيكاس راه افيكاس بالتجربه ديال الناس اللي مجربينه. انا باش نجيكم نيشان، انا الصراحه يلا خديتو، ما كنتش ديجا عمرني جربته، ولكن فاش الناس اللي مجربينه وكيشكروه قلت علاش لا اللي نشاركو مع البنات اللي كيكون عندهم هذوك التصبغات قدامين. انه واخا هو شويه الثمن ديالو الصراحه زايد غالي، ولكن عاوتاني راه كيقولوا لك الناس اللي مجربينه راه داروه وما بقاوش رجعوا حتى ليطاش ما رجعوش لهم. حيت راه كاينين بعد اونتي طاش لي كريم اونتي طاش كديريهم، ولكن هذاك التصبغ كيعاود تيرجع. المهم تما كتبقى في الطريقه ديال الاستعمال ديال السيده كيفاش كتستعملو وكيفاش حتى قطعته. حيت كيفاش كنبغيو نقطعوا الحاجه ما كيخصناش نقطعوها دقه وحده، كيخصنا نقطعها تدريجيا. يكون المهم هذا السيروم اللي قلت لكم سيروم ديو اللي جمع لينا ما بين جوج ديال سميتو جوج ديال الفوائد، يعني في نفس الوقت معالج وكذلك في نفس الوقت مرطب. يعني فيه هذاك الحمض ديال الهيالورونيك اللي معروف بالترطيب ومعروف بانه اونتي اج، يعني ضد التجاعيد وكيرطب البشره، وكذلك كيحتوي لنا على واحد الماده اللي كتعطي معالجه، يعني كتعالج لنا هذوك البقع الداكنه وكذلك هذوك التصبغات اللي كتكون قديمه، اللي هي هاد الماده هذه ماده تياميدول. لذلك كيتسمى هذا السيروم بديو، يعني فيه جوج مكونات كيعالج وفي نفس الوقت كيرطب واونتي اج، يعني جامعهم لينا كاملين. لذلك بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش مشكل في الثمن، انا راه ماشي تقول لك لا واش جبتي سيروم غالي وكتقولش الناس انا كندوي مع الناس اللي عندهم القدره وانهم قادرين انه يشريو. مع ذلك راه كنشوفوا حتى بعض البنات كتقول لك ما عندهاش، ولكن فاش كتجي تشوفي كتلقاي عندها الفلوس ولكن كيمشيو غير في قوه التخربيق. باش انك تاخدي حاجه اللي تكون مزيانه اللي تغنيك على شحال من حاجه اللي كتجربي وتحطيه في الاخير ما كاينه حتى شي نتيجه، انا كنفضل انك تاخدي هاد الجوج. هادي راه ليكرون ديالو، كاينه حتى ايكرون مع اونتي طاش اونتي بيغمونت ديال اوسيغا، يعني هاد الجوج هادو خطر. ليكرون حتى هي اونتي طاش. في الوقيته فاش كديري هاد التريتمون ديال السيروم
كديري هاد ليكرون سولير معاه، يعني ليكرون حتى هي اونتي طاش، كتحيد لنا دوك لي طاش البنيه، وكذلك هادوك التجاعيد يعني مجموعين فيها حتى هي بجوج. وكذلك هاد السيروم ما كينشفش البشره، كيرطب وكذلك كيحافظ لنا على الرطوبيه ديالها وكيحميها لينا من التجاعيد، حيث كيحتوي لنا على فيتامين سي وكذلك المستخلصات ديال عرق السوس. كنعرفوا عرق السوس اشنو كيدير للبشره، السيرومات ديالو حتى هي الطب دو الطب، يعني كتعطينا واحد ليكلا، كتعطينا واحد اللمعان في البشره، كتعالج لنا هذوك المشاكل ديال التصبغات، وكذلك كتعطينا واحد الوقايه من هذاك الكحوليه ديال الشمس، انها ما كتشدش فينا الشمس بواحد الوتيره اللي كتكون عاليه. لذلك انا صراحه السيروم واعر كنصح به البنات اللي عندهم الامكانيات واللي صافي عياو صافي وصلوا لواحد الحد انهم التصبغات عقدوهم في حياتهم، عقدوهم بمعنى الكلمه، ولا لي طاش ديال الحبوب اللي ما كيتعالجوش، وخصوصا البنات اللي كيكونوا فيهم لي طاش ديال الحبوب وما كيديروش الواقي الشمسي، هادوك لي طاش كيوليو كحلين، كيمشيو وكيبداو كيتفسحوا في البشره، يعني حتى كيوليو الحجم ديالهم كبير. وحاجه اخرى عاوتاني اللي مزيانه فيه انه هذوك التصبغات هذوك لي طاش ما كيرجعوش مازال فاش كتساليو التريتمون ديالكم، لي طاش كيمشيو بدقه وحده، يعني ما كتلقاوش معاهم مشكل تقولي حكا رجعوا ليا ما رجعوش. علاش؟ حيت هذا السيروم كيدير لنا واحد اش غنقول لكم، كيقلل لنا من هذيك الانتاج ديال هذيك الماده اللي كتكون مسؤوله كاع هي على دوك التصبغات ودوك الكوارث كلها ديال البشره، اللي هي ماده الميلانين كتقلال. المهم كيقلل الانتاج ديالها، وفي هذيك الوقيته فراه هذوك التصبغات ما كيرجعوش مازال للبشره، وكذلك كيعطينا واحد التجديد ديال الخلايا ديال البشره، بحال كتعاود تحيا، يعني كتحيا فيها الروح بهذا المعنى هذا، وكتكون لنا خلايا جديده، وكيعطي النضاره والاشراقه، وكيوحد لنا اللون ديال البشره، حتى اللون ديال البشره ما كيبقاش شي مفتوح شي مغلوق، يعني كيولي واحد اللون، وكذلك كيمنع لنا هذوك ظهور التجاعيد والعلامات ديال الشيخوخه، وكيعطينا الوقايه من التصبغات سواء ديال الجو سواء ديال الاشعه فوق البنفسجيه اللي كيكون المصدر ديالها اكيد من الشمس. دابا غادي نشوفوا المكونات ديالو. كيتكون لنا على فيتامين سي، كنعرفوا فيتامين سي وفيتامين او انها مضادات الاكسده، فاش كنلقاو واحد المنتج انه فيه هاد مضادات الاكسده فهو راه زوين، يعني ما تخافوا منه والو. كذلك في المستخلصات ديال العرق السوس التياميدول، اللي هادو منتجات، هادو مكونات عفوا كتساهم لنا في التفتيح وكتعطينا ليكلا النضاره للبشره ديالنا. كذلك الترطيب ديال البشره، كنعرفوا حمض الهيالورونيك اسيد انه كيرطب لنا البشره بعمق، يعني بحال كيعطيها لنا الماء، كيعطي لنا واحد التغذيه وكتشبع ماء، يعني هذاك الهيالورونيك اسيد عامر بالماء اللي كيخليها انها ما تعرضش تكون عرضه للتجاعيد، فهمتوني. وكذلك الجليسيرين حتى هو كنعرفوا الدور ديالو في الترطيب ديال البشره وفي النعومه ديالها. وكذلك فيه واحد الحمض ديال السيتريك وي لاسيد سيتريك اللي كيعطينا هذا المكون هذا، كيعطينا واحد التقشير، يعني كيقشر لنا البشره على سطحيا. علاش كيقشر؟ فاش كيحيد لنا دوك الخلايا ديال الجلد الميته اللي كتولي البشره ديالنا اكثر نعومه، وكذلك هذوك التصبغات كيمشيو